وقد ضرب العلماء أعظم الأمثلة في الطاعة. أذكر لكم مثالا لأن الوقت ضيق. ذكر في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما عرض عليه القضاء وامتنع أن الوالي منعه من الإفتاء. طبعا العالم في غيره، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: لو منعني ولي الأمر من الإفتاء لقعدت في بيتي. فيه الحمد لله من يفتي الناس. أبو حنيفة رحمه الله ذكر في ترجمته أنه منعه الوالي من الإفتاء، فكان في بيته مع أبنائه، فسألته ابنته وقالت: إني كنت صائمة وإنه خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا ابتلعت ريقي الآن؟ تقول أنا صائمة وخرج دم فبصقته وأنا أرى أن الدم ذهب، هذا ريق، فهل لي أن أبلع ريقي؟ فماذا قال لها؟ قال لها: سلي أخاك حمادا فإن الأمير منعني من الإفتاء. ما هو قام ويذهب إلى المسجد ويقول يعني ولو منعونا، في بيته لا يطلع عليه إلا الله، تسأله ابنته فيقول: اسألي أخاك حمادا فإن الأمير قد منعني من الإفتاء. أولئك قوم عرفوا النصوص وعظموها وعملوا بها. والمعلوم عند أهل العلم أن جور السلطان لا يسقط حقه في الطاعة كما دلت عليه الأدلة المتقدمة.